المثل يقول خذ الحكمة من أفواه المجانين. اسمعوا مولا يقول شاعر العصيد. باقي معانا صلاة الجمعة نبطلها بسبب هذول الأشخاص. بذمتكم واحد يجي يخرج من المسجد والأبواب مقفلة بالسيارات، يوقفوا على الباب، ما حدا يقدر يخرج. لو يوقع حريق، لو تقع مشكلة، يعني جيت تسكر على الباب يعني لا تخلي الناس لا يدخلوا ولا يخرجوا. الدين مش بالطريقة هذا. الدين هو بالتعامل والإخلاق والأدب. أيش الفائدة من بناء مسجد ما قد فيش عندنا أدب ولا إخلاق ولا نعرف يعني كيف، ما نعرفش الدين سوا أصلا. المسلم من سلم المفروض لسانه يده. نصلي بحوش. المفروض ما حدا يبني مساجد. تبني مساجد لما واحد يكون عنده وعي وفاهم يدخل مسجد ويحترم المسجد. الآن نحتاج لنا إلى أحواش، نجمعونا بأحواش وصلينا بأحواش. ليش واحد يخسر آلاف الدولارات لبناء مسجد وإحنا ما نقدرش حتى المسجد هذا؟ بذمتكم يعني ايش من آداب؟ يعني مثلا عندما الآن انت تتخلق بالإخلاق بالدين بالمعاملة وتجي توقف السيارة وتقفل على الناس باب الجامع. صح. باب الجامع لو بقع مشكلة من وين اخرج السيارة؟ سيارة يعني. طبعا الكلام دي يتكلم بسمير هذا موجود من زمان. والله المسجد هذا دي عندنا بريتشمان من اول سنة هدخله وهم يقولوا لهم لو سمحتم نو دبل بارك. الامام كل جمعة كل جمعتين والله انه يتكلم، لانه قدامنا ورشة، والورشة اللي يدخلين قواطر، ورشة لا تصنع او مدري مو لا تصلح من هذول القوارب، وتخرج يوم الجمعة دبل بارك دبل بارك، وبعدها ما يجي يعمل دبل بارك الا بالاخير. والله يا جماعة هالجمعة عندنا على نحضرها قدو احسن واحد يحضر 25 دقيقة. اذا تقدمت الصلاة عندنا تبدأ الساعة 2 بالضبط. اذا جيت الساعة 1:30 تجي تأمل البركنات ما تصدق تقول مش يوم جمعة. ب10 دقائق يجوا كلهم. معانا برك واسع واسع يستوعب 300 400 سيارة 500 سيارة، وطايره هيلوكوبتر لانه كان مستشفى. بس بكل جمعة تجي تحصل دبل بارك دبل بارك دبل بارك بالحال ذا والحال ذاك، ما يقدر يجزع الله سيكل بالوسط. ما لا نفهمش مسلمين ما شاء الله. يجي لك بالركعة الأخيرة ويقطع الشارع. يا أخي لا تصلي، صلي بالبيت لا عاد تجي تأذي الناس وتتعبنا بحقك الركعة. عاد بواحد صادق صاحبي الله يحفظه سواق أوبر سرح جنب باب بيت واحد بمسجد ثاني، جنب هكا غطي عليها الدرايف واي ودخل يصلي، ما هي تبعت للجامع. قال كيف داخل تصلي وانت قاطع باب البيت حقي؟ مو ذا الصلاة حقك. فأخي المسلم الله يبارك بأيامك، أول شيء حسن أخلاقك، لا تقطعش الطريق وتدخل تصلي. هذا مش دين مش إسلام. الإسلام ما بيشبه قطع طريق. إذا انت داري إنه تقطع الطريق اجلس بالبيت وكثر الله خيرك ولا ذمتي لا تصلش. لا انت تجي وتقطع الطريق لا ذمتي لا تصلش، إنه أفضل عند الله سبحانه وتعالى.